السلام البنات، مرحبا بكم في القناة شهيوات الحاجة رشيدة. اليوم الناس اللي عشاق كاوكاو او عشاق تعليكة كاوكاو والكراميل، كاينه واحد غريبة اللي غنشاركها معكم متميزة تتجمع لينا بين التعليكة الوسط ديال الكاوكاو والكراميل. صراحة تجي هاد غريبة رائعة رائعة ومعلكة، ومن طبيعة الحال مزينه بالكنافه اللي غتعطي واحد القرمشه رائعه. اول حاجه غنصايبو هي الكراميل. عندي كاس ديال السنيده، وغنحتاجو كاس ديال الماء سخون، وواحد الصف ديال الشوكولات، يعني 12 حبه ديال الشوكولات. بالنسبه هنا الكراميل انايا 12 حبه كافياني، ولكن البنات الا بغيتو الكراميل ثقيل تزيدوا الشوكولات، يعني الا كنتو باغا تصايبوا به شي حلوه اخرى او شي تعليكه اخرى. بالنسبه لهاد الحلوه اللي غنستعملها انا كافيني 12 حبه. هنايا كيف تتشوفوا درنا داك الكاس تاع السنيده وغنخليوه يذوب تماما، وعاد باش نبداو نحركو وتنحضيو مع ريوسنا لا نتحرقوا ولا شي حاجه، لان تيكون الكراميل شويه حساس مع في الشقه او في المطبخ على حسب المبتدئات. هنا نقصوا النار وتنبداو نزيدو في المطيب، يعني دقه دقه، لان المطيب تنديرو باش يساعدنا دغيا تيذوب لينا هذاك السكر. الا درنا الماء بارد تيتعطل لينا هاد السكر اللي تيتجمع لينا. فالعاشقه كيف تتشوفوا عكس الماء بارد، يعني في السخون دغيا. صافي تنبقى نحرك بحال هكا بواحد السرعه، ما تنوقفوش من التحريك باش ما يتحرقش لينا الكراميل ديالنا وبقى عاطينا داك اللون الذهبي حتى تيذوب لينا تماما. عاد باش نزيدو هذيك 12 حبه ديال الشوكولات. هنايا قطعتهم طريفات باش يسهلوا عليا، تنحرك نحرك وانا باقا العافيه شاعله في البوطه حتى تيبدا يدير ليا فقاعات، يعني واحد تيدير واحد الفقاعات عاد باش نطفيو على الكراميل. هنا على صايبنا الكراميل ديالنا، لينا غنبغيو في التعليكه اللي غنبغيوها وسط العجين ضروري خاصنا نصايبوا الكراميل. اول حاجه في الحلوه ديالنا هذه ديال اليوم خاص يكون الكراميل هو الاول. ودائما البنات تنحط لكم فيديو حاولوا تفرجوا فيه حتى الاخير باش يكونوا دائما الفيديو فيه معلومات حتى الاخير او نصائح حتى الاخير. كيف تتشوفوا الكراميل ديالنا تيبدا يدير فقاعات، صافي تنطفوا عليه البوطه تنفرغوه في واحد الزلافه كيف تتشوفوا باش يبرد معانا ينقص لينا من الحراره ديالو حتى يتعطل هو في البروديه. هنايا عندي كاوكاو 250 غرام ديال الكاوكاو، سلقتها وحيت لها القشره وقليتها في الزيت. وعندي كاس ديال العنبه فيه الكوك حمرته في المقله، يعني تحمر مزيان. هاد الكاوكاو غنطحنو مزيان، ولكن غيبقى فيه واحد القرمشه، يعني طريفات صغار، يعني ما غيكونش رقيق منيل كيف تتشوفوا، يعني عكس الكاوكاو اللي كنت شاركت معكم قبل في الكعبه او الهلال ديال الكاوكاو. هنايا غنزيد الكوك وغنخلطو على داك الكاوكاو. بالنسبه لهاد الكميه ديال الكاوكاو انا درتها، يعني شاط ليا من انا نعطيكم العبار اللي غديروا، يعني كافيكم باش ما يشاتش ليكم. انا شاطت ليا نقدر نعاود غريبه حلوه نزيد نضوب لها، او الا كانوا عندي ضياف نخليها في المجمد، او نقدر نستعملها في شي حلوه اخرى. المهم تنزيدوا هذاك الكراميل اللي شتو تنبداو نخلطوا فيه. من الاحسن نتوما البنات خلطوه حتى يبرد ليكم باش دغيا تتجمع لكم هاد العقده وتجيكم سهله. انا كنت خلطته باقي هاد الكاوكاو تنحس بيه سخون في يديا. هنا بالنسبه للكاوكاو انا درت 250 غرام ديال الكاوكاو، نتوما البنات ديروا غير 200 غرام او 180 غرام كافياكم في هاد العقده ديال الغريبه ديالكم. ومن طبيعه الحال كاس تاع الكوك تيبقى هو غير كاوكاو، يعني تتنقصوا الكميه على حساب الا بغيتو ما يشيرش ليكم. انا شاط ليا واحد شويه. هنا غندير هذوك الكويرات الصغار وغنخليهم جانبا باش ندوزو للعجينه. خد ضروري نصايبو كاوكاو باش ما تخمرش لينا العجينه. هنايا عندي كاس تاع السنيده، كاس تاع الزيت، عندي جوج بيضات، عندي جوج خمارات ووحده فانيا، وعندي شاصي ديال فلو كراميل، وعندي جوج معلقات ديال كبار ديال الكوك محمر، وعندي جوج معلقات ديال النشا، واحد القبصه ديال الملحه، وعندي الروح ديال الكراميل غنكهو به العجينه ديالنا، ومن طبيعه الحال الدقيق حسب الخليط. هنا درت جوج بيضات كيف تتشوفوا البنات، ودرت قبصه ديال الملحه. ضروري تديروا المليحه في العجينه ديالكم ولو تكون ديال الحلوى باش تحيد لينا ديك البسوله. درت هنا كاس تاع السنيده، ودرت ياغور طبيعي كيف تتشوفوا. هاد غريبه بدون زبده، ولكن راه تجي الصراحه رائعه وتجينا رطبه، تجينا هشيشه وفي نفس الوقت مقرمشه، يعني تناكلوا الهشاشه وفي نفس الوقت تناكلوا واحد القرمشه اللي تنحسوا فيها. وابار تكون هذيك التعليكه اللي تكون عندنا الوسط، وتاني هذيك الحلوه اللي تتفند في الكنافه، ديك القرمشه ديال الكنافه ومزينه بالكراميل. صراحه تجي مزيج بين الكراميل وبين القرمشه ديال الكاوكاو. هنايا زدنا على الخليط ديالنا من بعد ما دابت لينا السنيده حتى تنحسوا بالسنيده في اليدين ديالنا مابقاش دابت.
عفوا ما بقاتش تنحسوا بها، عاد باش نزيدو كاس تاع الزيت. وهنا زدت شاصي ديال فلون كراميل باش نعزو به الذوق، وتجينا ديك العجينه ديالنا راه تيجي اللون ديالها بني، راه ما تيجيش اللون ديالها يعني ابيض، عكس عجينه اخرى. لان هنايا هذاك الروح ديال الكراميل غيخليها بنيه كيف تتشوفوا، يعني تيجي داك البني هذاك اللون الفاتح، يعني بحال اللي دايرين فيها القهوه. هنا درنا 2 معالق ديال الكوك اللي محمراهم و2 معالق ديال النشا. هنايا راه البنات قلت لكم مقادير في الاول، وتنحاول نعاود لكم مقادير اللي تنبدا نخلط على حساب اني ما انتبهت لشي حاجه في المقادير. هنا غندير 2 خمارات ديال الحلوى، يعني 2 شاصيات ديال الخماره من فئه 8 غرام. هنايا اللي تنخلطهم، يعني عندي المجموع 16 غرام من طبيعه الحال. حنا درنا فاني هي الاولى، صافي تنخلطو مزيان من طبيعه الحال، وتنبدا نهز واحد الصفاي وتنبدا نغربل هذاك الدقيق الابيض اللي فوق العجينه. تنبدا نجمع فيها وانا تنغربل. العجينه ديالي ما تجيش مرخوفه وما تجيش قاصحه، تجي متماسكه. عجينتنا بحال ديال عجينه الفقاس او غريبه ديال ريشبون، غريبه عاديه، يعني ما تتكونش واحد التغيير فيها. كيف تتشوفوا القوام ديالها تتجي ما قاصحه مرطبه. صافي عندنا دوك الكويرات موجودين. اللاطه ديالنا درت فيها غير رشيتها بالدقيق الابيض. اللي بغى دير ورق الزبده ديرو. هنايا غنشدو كويره بحجم غريبه غتشوفوها، نبسطها بيديا وغندير فيها داك الغريبه، عفوا هذيك الكويره اللي درت ديال الكاوكاو اللي معلكه بالكراميل، وغندير الوسط بحال واحد الثقوب بصبعي بحال هكا. هاد التقيبه راه تتبقى تماما. بالنسبه للناس اللي تيبداو يصايبوا في الحلوى في هذه الفتره، تيشعلوا الفران باش يسخن ليهم، باش اللي تنديروا الحلوى ديالنا باش تطيب طياب مقاد. يعني انا تبديت دابا نشكل في الغريبه، شعلت الفران يسخن لي على نار متوسطه، يعني تتكون مهيله باش طيب لينا الحلوى ديالنا. ما شاعله من التحت اللي تطيب لينا من التحت نهبطوها تحمر. خاص هاد الحلوى ضروري تحمر لينا البنات، ما تخليوهاش تبقى بيضه، يعني باش اللي تنديروها في العسل وتنديروها تتبقى محافظه على ديك القرمشه ديالها. كامله العجينه ديالنا درت نفس الطريقه غريبه، وتندير فيها ديك الكويره ديال التعليكه ديال الكاوكاو وتنبسط بصبعي. بغيتو تخليو حتى لاخر لحظه تشدوا واحد العاشقه او معلقه اي نوع يكون عندها شكل دائري من اللور، تنديروها في الدقيق ونعاودو نغطسو باش تعطينا ديك التقيبه. هاد التقيبه الدور ديالها غنعمروها بالكراميل اللي تطيب. تندخلوا الفران الحلوى ديالنا وتندوزو. تنجبد الكنافه عندي في المجمد، من الاحسن غير تجبدوها بالمجمد تبداو تفرتوا فيها باش دغيا تتسهل عليكم، عكس لا رطابت ما تبغيش تفرتت لينا رقيقه. تنسرح هذيك الطرف ديال الكنافه، هذا الطرف كافيني تقريبا واحد قل من 250 غرام. غنشعل عليها الفران من الفوق ونبقى نحركها كل مره، ونبقى واقفه حدا الفران لان دغيا تتحمر، وهي تتحمر وهي تتفرتت. عندي العسل سخنته مزيان وخليته يبرد. المهم البنات الكنافه ديالنا من بعد ما تحمرات كما هي تتحمر كما هي تتعاود تحلينا، وفي نفس الوقت دغيا تتحمر. حضيو معاها. هنا عندي غريبه كيف تتشوفوا تحمرات من الفوق ومن التحت، اللون ديالها ذهبي. تنغطسها في العسل وتنغطسها في الكنافه عاد باش نستفها في اللاطه باش تبقى غير المرحله الاخيره ديال الكراميل. هذا هو الشكل ديالها. الصراحه تجي رائعه. بالنسبه للعسل اللي درناه باش تبقى محتفظ على داك المذاق ديال الكراميل، مذاق ديال الكاوكاو. ما درناش الكونفيتير، يعني يديروا العسل البنات، والناس اللي ما تيتوفروش على العسل يقدروا يديروا كونفيتير ديال المشماش. غير هو العسل يعني تيبقى قريب الكراميل يعني في المذاق. هذا هو علاش درنا العسل في التفناد. هنايا تنفندو حبه في العسل بالحبه بالحبه باش ما تتشربش لينا، او 2 حبات، وتنبداو نديرو في هذاك الكنافه ديالنا بحال هكا، وتنحاولوا نديرو نعاونوا بالعاشقه باش تتبقى ملبسه وما تعرش لينا بيدنا. يعني غير هي اللي تتنشف العسل ديالنا على السخنات، لينا اللي تينشف تيشد لينا الكنافه ما تبقاش تحرك لينا وما تتهبطش لينا تماما من الحلوه ديالنا، تتبقى متلبسه. الكراميل كيف تشوفوا البنات اللي برد هذا هو الشكل ديالو، القوام ديالو اللي تيبرد تيجي معلك وتيجي ثقيل. قلت لكم لا بغيتو نتوما ديروه ثقل من الهكا راه تتحكموا غير في الشوكولاته تزيدوه. بغيتو في شي حلوه اخرى بغيتي الكراميل ثقل من الهكا. هنايا كيف تتشوفوا تنبداو نهزو بشويه بالمعلقه وتنديروا في هذوك الثقوب ديال الغريبه ديالنا. ونتمنى تعجبكم هذه الحلوى. والبنات اللي شافت الفيديو ديالي اول مره ما تبخلش عليا بالمشاركه في القناه، بابوني. وتنشكر كاع الناس اللي تنضموا للقناه ديالي. تشوفوا الحلوى ديالنا تجي مذهبه وتجي تشهي. وتنشكر كاع الناس اللي مشاركين في القناه وتشوفوا الفيديو ديالي. ما تبخلوش عليا بلايك، سجلوا هذا الفيديو العيد ديالكم. الحلوى تجي رائعه ومذهبه، تجي بنينه بنينه، وتجي الشكل ديالها رائع ومميز.
التقديم ديالها راقي، تقدروا ديروها غير هي كافيه. يعني الناس اللي ما تيبغوش يديروا كثره الاشكال ديال الحلويات، تتجمع بين جوج مذاقات في الحلوه ديالنا. كيف تتشوفوا تتجي معلكه، وكيف تناكلوا الكراميل ديالنا تيبدا يهبط الداخل ديالها معلك، ما تتسخوش بها وحده تابعه وحده. وتنشكر كاع الناس اللي تنضموا للقناه ديالي، ومرحبا بكم في قناه شهوه الحاجه رشيده، ومرحبا بكم وبسلامه.